طلاب الفصل عملوا مسابقة ورموا الطيارات الورق بتاعتهم عشان يشوفوا مين طيارته هتطير لأبعد مسافة. أغلب الطيارات وقعت بسرعة بعد كام متر بس، لكن طيارة ديلان فضلت طايرة وما بطلتش. وفي اللحظة دي المدرس فتح باب الفصل، فالطيارة عدت من الباب وخرجت بره الفصل، وكل الطلبة جريوا وراها بفضول عشان يشوفوا هتقع فين. لكنها فضلت طايرة بشكل غريب وعدت ساحة المدرسة كلها من غير ما تبطأ نهائي. المدرس اتفاجئ جدا بشكل الطيارة وطريقة طيرانها، وطلب من ديلان يشارك في مسابقة وطنية للطائرات الورقية. ولما راح المسابقة شاف ولد محدش قدر يهزمه قبل كده، وأول ما المنافسة بدأت كل المتسابقين رموا طياراتهم في نفس الوقت، وكان في جولة واحدة بس والفائز هيتأهل للبطولة العالمية. وكان لازم أي طيارة تعدي 25 متر عشان تكسب، لكن أغلب الطيارات وقعت بين 5 و10 متر. وقتها طيارة ديلان وطيارة الولد التاني فضلوا يطيروا المسافة بعيدة جدا، وكانوا قريبين من بعض طول الوقت لحد ما الاتنين عدوا حاجز ال 25 متر. وفي النهاية حصل تعادل بينهم، وتم اختيارهم هما الاتنين للمشاركة في البطولة العالمية. تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.